بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه رب المجد يسوع وارشاد روح القدوس نكمل مع بعض سلسلتنا آية أزمة حيرتني لكن آية ريحتني. وكانت الآية الحقيقة من سفر الجامعة الإصحاح 7 آية 16: لا تكن بارا كثيرا ولا حكيما بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ سليمان الحكيم بعد كل خبراته دي اللي مر بيها في حياته وفي حكمه، طلع منها في الآخر اللي كتبه في سفر الجامعة. ليه تخرب نفسك لما تكون بار كثيرا، يقصد في نظر نفسك، وحكيما بزيادة برضو عند نفسك، لدرجة انك مش قادر تقبل ارشاد اي حد. افتكرت الآية دي لما افتكرت الحقيقة قصة كان قالها ابونا المبارك، ابونا شولوموس بشوي الأنطوني، لما قال ان في وقت من الاوقات هو راه في دير الأبنطون، افتكر ان عنده طاقة روحية غير مستغلة، فعايز بقى ينفرد في قلاية بعيد عن الدير، بره الدير يعني، ويجتهد ويجاهد زيادة علشان ده طبعا يستغل فيه الطاقة الروحية اللي عنده، وبكده هو بيحقق الغرض منكم يبقى راهب. لكن أب اعترافه كان شايف غير كده، لا خليك في الدير وسط اخواتك واديك بتنمو معاهم روحيا وربنا بيتمجد في حياتك وهكذا. لكن هو ما صدق، بيقول في وقت من الأوقات وتجاوز الوصية دي وراح عاش في الدير، وبالرغم انه جاله ارشاد من اب شيخ كبير وقال له بلاش ارجع وسط اخواتك، الأنبطونيس بيقول لي، قال له طب قال لك انت، لكن ما قاليش انا. وبعدها بكم يوم وقعت الآلاية عليه، وصل لدرجة الموت. يعني تجاوز الوصية، وصية الإرشاد ممكن يوصل الواحد لكده؟ طبعا، لأن ربنا بيقول ايه؟ اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الحياة، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. ليه بيقول كده؟ لأن برضو سليمان الحكيم قال يسقطون كأوراق الشجرة الذين هم بلا مرشد. لأن ممكن تيجي في وقت من الأوقات ما عندكش مرشد وتلاقي نفسك بتفكر في فكرة، ممكن الفكرة دي ما تبقاش فكرة كويسة، لكن انت تبقى ماشي فيها تغرقك. جه على بالي الموضوع ده لما واحد جالي وقال لي، هو راجل تاجر وشاطر، قال لي يا منى صلي لي، انا طالب قرض كبير قوي وخايف ما يوقفوش عليه، ويعني ده املي عليه كبير يعني. فلما سمعت الرقم الحقيقه اتخضيت، شافني منزعج قوي، قال لي ليه يا منى، هو انا طلبت حاجه غلط؟ قلت له يا حبيبي دايما التجاره مش بس شطاره، لكن كمان دراسه، في حاجه اسمها دراسه الجدوى. انت عندك فرع واحد ناوي تفتح افرع كتير؟ قال لي لا. قلت له طيب لما يكون عندك فرع واحد وتكتر بضاعه زي دي، البضاعه هتركد في المخزن. يقول لي ما البضاعه احسن من الفلوس. مش قلت له مش في كل وقت، البضاعه الراكده فوائد البنك عليها بتضيع مكسبها، تبقى عملت ايه؟ قلت له ده في اليابان كان بيفكروا في الحكايه دي قوي، وعملوا دراسات كبيره قوي، ووصلوا لنظام اسمه الجيت يعني جاست ان تايم، يعني اللي تنتجه النهارده يستهلك فورا، ما يدخلش المخزن، او لو كان هيتصدر يطلع على المركب على طول، ما يدخلش البلد وما يدخلش المخزن. ليه بقى؟ عشان يقلل في الفوائد المضافه على المنتج، فتديله روح تنافسيه وسرعه في البيع. الامر ده مهم جدا، لكن انت عشان تفرح بكتر البضاعه والكلام زي كده وتكتر عليك قروض، المهم قال لي بس انت بص، وانا في الاخر كاني ما اتكلمتش وكاني ما قلتش حاجه، رغم ان انا قلت له دراسه الجدوى دي مهمه جدا، ما اتكلمتش. مشي وعمل كده وحتى مرت الايام والشهور والسنين كمان، واتفاجئت ان حد بيقول لي ايه، حد الراجل ده ظروف وقت صعبه جدا بتاع ده، لدرجه انه دلوقتي بيطلب سلف عشان يسدد الفوائد. قلت له ايه اللي ساهم معاه الحقيقه في تسديد الفوائد؟ ده مجرد بيأخر المشكله مش بيحلها، بيأخر المشكله. الحكايه بس وصلت ارقام كبيره. ليه بقى؟ لما للاسف شركات القروض ما بتصدق حد يطلب منها. انا طبعا مش عارف السبب ايه، لكن على الاقل يقول لك احنا المحاكم موجوده على اي حد هيتاخر. لما خد الفلوس دي كلها، طبعا البضاعه مش بتتصرف في الوقت المناسب، اضطر يبيع البضاعه او يسموها بالسوق، لغه سوق، يحرقها، يبيعها باقل من ثمنها، بنص ثمنها، بثلاث ارباع، وهكذا. وبعدين لما لقى في حاجه بيسموها عند بتوع القروض كده حاجه الاي سكور، يعني لما خد من اكتر من شركه وما سددش في المواعيد، خلاص بيتعمل عليه زي بلاك ليست كده وبتاع، فما لقاش يقدر ياخد قروض يسدد بيها فوائد القروض او اقساط القروض، فبقى ياخد من الناس.
وفي بعض الناس بيدوا، مكسوف اقولها، جنيه بجنيه. يعني لو اداله 1000 ياخد قصادها 1000، يبقى ياخدوا 2000. ودي صعبة، تزود الفوائد بزيادة وتسرع ان الهم يزيد ويكتر ويكبر وكده. وقد كان لدرجة ان النهاية اتباعت البضاعة كلها، واتباع المحل، واتباعت العربية، واتباعت الشقة اللي ساكنين فيها، ولسه الديون موجودة. ليه بقى بتفكر؟ يعني الايام كنت مستور فيها. ليه تضيع سترك؟ وليه بالفكر اللي غير منظم وغير مدروس تضيع بركتك وتخلي اسرتك كلها في مهب الريح؟ يا ريت كلنا كمان اولا نصلي من اجل اللي عمل كده. هم مش واحد، هم وحيد. كمان نتعلم من الموضوع ده. بلاش تفرح بالفلوس اللي تجيلك، فلوس غريبة مش فلوسك. انت هتبقى مؤتمن عليها، وللأسف مش هتقدر تبقى أمين عليها كما يجب، إلا إذا كنت عملت دراسة جدوى بجد عشان تقدر فعلا تستفيد منها وتفيد. لكن انك تخلي الحكاية مجرد شطارة في انك يبقى عندك قد كده، او تبقى تاجر شاطر بتتاجر في ملايين وهي اصلا مش بتاعتك، هتبقى غلطان، وتبقى الحكاية فيها صعوبة كبيرة قوي انك تحافظ. ربنا يدينا كل نعمة ويدينا بركة، عشان كمان احنا نستفيد من الموضوع ده، ونستفيد من الآية الحلوة دي: لا تكن بارا كثيرا ولا حكيما بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ احنا محتاجين فعلا لنعمة ربنا ومحبته وبركته، علشان بالفعل يبقى عندنا الفهم الحلو المستقيم المستنير ده، والفهم ده يوصلنا للنجاح في كل شيء. زي ما قال ماري يوحنا لتلميذه غايس: أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما إن نفسك أيضا ناجحة. ولنحن كل المجد الآن وكل أوان من دار الدهور.